نزلت الوكالة الساعة 7 الصبح. عمري في حياتي ما عملتها، بس قلت اجرب يعني. انا سارة بشتري هدوم وبشتري ديكورات للبيت، ساعات بتبقى فينتج وساعات بتبقى ترند. فقررت ان انا اعمل قناة اسمها سارة السيد عشان اوريكم انا بشتري الحاجات منين وفين وبكام. فلو عجبك محتواه اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك، ولو ما عجبكيش كأنك ما شفتنيش. انا جيت نزلت ليه الوكالة الساعة 7 الصبح. هو انا قبل كده نزلت الساعه 7 بالليل وصورت لكم فلوج عشان اوريكم الروقان بتاع بالليل، بس الموبايل قرر ان هو يتحرق في كل الفيديوهات اتمسحت. فقررت النهارده ان انا هنزل 7 الصبح عشان كنت مسافره، فقلت اعدي على الوكاله، بس انا كان في مخيلتي حاجات ولقيت حاجات. فانا النهارده هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها الساعه 7 بالليل والفرق بين 7 الصبح. تمام. الناس في اغلبيه المحلات قافله، هحط لكم فيديوهات هنا. اغلبيه المحلات قافله والناس بقى بتقول يا هادي شارع رايقه مفيش حد بزق ولا بتزق خالص. ولقيت الناس في ناس فاتحه فعلا بس استندات، مفيش محلات فاتحه. اغلبيه اللي موجود 7 الصبح استندات. فلو انت رايحه الشغل مثلا ورايحه نازله تستني الباص بدري في وسط البلد، ممكن تعدي كده تروقي على دماغك. او لو انت راجعه من السفر، عشان كنت مسافره، لو انت راجعه من السفر او رايحه سفر وميعاد القطر بتاعك اتاخر شويه ممكن تروحي برضو. دي قعدت اركز في حاجات بقى غير الهدوم، يعني اركز على البيوت اللي في الوكاله قد ايه هي قديمه وجميله، كنتش بركز فيها عمري في حياتي. المهم بقى ان انا لقيت استندات مثلا 10 استندات كده على ناصيه الشارع وانت داخله على شركه الكهرباء، كانوا فرشين اعتقد ان هما من بالليل. قعدت اتفرج كده لقيت كذا قطعه عجبتني وكده قطعه ب 85 جنيه، بس انا ما جبتش حاجه في الاخر علشان حسيت ان انا مش محتاجاه. يعني اللي هو الجاكيت الدانتيل ده كان عاجبني قوي، كان عاجبني تفاصيله من ورا، يعني عاجبني الرباط عشان انا بحب اي حاجه فيها رباط، بس انا ما عجبنيش الجاكيت من قدام علشان واخد كيرف كده وانا بكره الكيرف ده. يعني عمرك في حياتك ما هتلاقيني لابسه جاكيت فيه كيرف مدور كده، يعني لازم يكون نازل وعلى واسع يعني القط بتاعته يعني كده مش كده، افهموني. فما جبتهوش. فهي كان في حاجات حلوه بس انا كنتش محتاجاها في الوقت ده يعني. تمام. فده الوكاله كانت الساعه 7 الصبح. بس تعرفوا ان في ايام المفروض تنزلوا فيها الوكاله بدري، زي يوم الاحد مثلا المفروض تنزلي من 6 الصبح او 7 الصبح، عشان اصلا الاستندات بتقفل الساعه 2 الظهر 3 الظهر، يقول لك خلاص سوق الحد خلص. فانا نزلت الوكاله قبل كده يعني بدري بس مش 7 الصبح، يعني كنت بنزل 10 الحق اي حاجه. ففعلا الوكاله يوم الاحد لازم تنزلي بدري جدا، يعني 6 الصبح تبقي في الشارع. 7 بالليل بقى بيبقى فيه روقان والاسعار بتنزل قوي، يعني الاسعار بترخص. فانت ممكن تنزلي بالليل ويبقى حظك حلو وتلاقي حاجات سعرها حلو، عشان الحاجات اللي انا عشان الحاجات دي انا شاريها باسعار حلوه، يعني 35. اغلى حاجه كانت القطعه كانت ب100 جنيه. اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها الساعه 7 بالليل. تمام. غسلتها وفي حاجات هتتكوي فهوريها لكم، يمكن ماشيه شويه بس انتوا فهموها وخلاص. تمام. استنوا بس اوريكم حاجه عشان في تيكت وقع من الهدوم دي، فانا عايزه اجيب التيكت عشان كنت حاطاه على مرايه الحمام. ثانيه واحده وجايه. لقيته التيكت اهو. طب تعالوا نشوف البلوزه بتاعت التيكت ده. بصوا القميص ده عجبني قوي، هو انا لسه مقستهوش بس هو عجبني قوي الوانه. بصوا الوانه جميله ومشته حلوه. هو يعني هو كبير عليا شويه بس انا ما عنديش مانع، انا بلبس اوفر سايز اصلا. وكان بالتيكت بتاعه كان بايع $10 و49. بصوا اهي $10 و49. تمام. هو طبعا التيكت وقع عشان انا كنت غسلاه، فده اهو لسه بقى هكويه علشان انتوا عارفين شخصيتي انا بكسل اكوي. اول مره اخد بالي من التفصيله اللي هي فيها فتحه من هنا، بس هو عاجبني قوي. انا جايباه عشان الوانه. بس قولوا لي ممكن البس طرحه لونها ايه عليه تنطقوا اكتر. انا قلت البس عليه الطرحه لونها بني اللي هي نفس الخدود دي، بس هو البني اصلا في الحقيقه مش باين قوي، هي الاضاءه مبيناه بس هو مش باين قوي. المحلات بدات تفتح تحت فانا عايزه اخلص بسرعه عشان هيعملوا دوشه، عشان انا صاحيه بدري اكيد باين على وشي، اعتقد ان انا لسه صاحيه. طيب القميص ده كان ب100. تمام. كنت مورالكم والله كنت والله مصوره لكم مكان الستاند، والراجل حتى قعد يقول لي انت بتصوري، قلت له معلش عشان بس الناس تحفظ الستاند بتاعي، وقلت له عشان اصور فيديوهات، قلت له عشان اخواتي بس يعرفوا الستاند مش عارف ايه.
كل ده راح في الوباء، مش مهم، خير خير الشر وراه، صح. طيب بصوا بقى، ده عجبني اوي. انا بحب البس اصلا البديهات الطول. هو ده كان ايديه قصيره شويه، فده اللي مضايقني فيه، لكن هو لو كانت ايديه طويله كان كده هيبقى بيرفكت. بس هو ده كان القطعه دي كانت ب 35 جنيه. اللي عجبني فيها طبعا اللي هي دبل فيس. انا دايما بحتار ان انا اشتري اخضر غامق ولا اخضر فاتح، دايما والله، فما بشتريش في الاخر. بس ده بقى لقيت الاخضر غامق والاخضر فاتح، يعني هو دبل فيس، ممكن البسه مره ده ومره ده. بس انا دلوقتي مش عارفه برضو، محتاره البسه غامق ولا البس فاتح. نيجي بقى على الاخضرات. برضو انا القميص ده عجبني قوي، برضو ده 35 جنيه من نفس الستاند بتاع البادي الطول. هو عجبني علشان اخضر على ازرق. بصوا حسيت ان هو بقى ايه، جو المصايف وكده، فاهمين. ممكن البس مثلا تحتيه ايه، ممكن البس تحتيه بادي ازرق واسيبه مفتوح عليه، مش عارفه. هو مكتوب براند دونا كينيا، انا معرفوش، بس هو مش مكتوب بقى ميدن ايه. خلاص يا عم بتاع الليمون، خلاص. ممكن البس طرحه لونها ايه عشان هو يعني. وبس، ودي كانت حلقه النهارده، وريتكم انا اشتريت ايه. في حاجات تانية انا اشتريتها بس حطها في الدولاب، فاستنوني هبقى اوريكم بقيه القطع. بس انا اشتريتها في يوم تاني عادي خالص، بس كانت ب 15 جنيه. فاستنوا الفيديو ده عشان هقول لكم كمان مكان الاستند فين، عشان هو عنوانه سهل يعني. ولو عجبك الفيديو اعملي لي اشتراك واعملي لي لايك واكتبي لي اي تعليق هرد عليه، وتابعيني الفيديو الجاي. يلا باي باي.